نجاة الشبلي. أنا أخت الدكتور سعيد الشبلي المحتجز معنا حاليا في القضية معرفة الأحداث 18 أكتوبر معناها اللي صارت في تطاوين، المسيرة السلمية اللي تم الاعتداء عليها بالمولوتوف من قبل لطفي نقض ومجموعة معناها كانت متواجدة معه بمقر اتحاد الفلاحين هذاك اليوم. معناها بالنسبة للقضية هذه معناها كما يعرف الجميع معناها تم استغلال الأحداث اللي حصلت معناها وفاة لطفي نقض في مستشفى التطاوين نهارتها 18 أكتوبر، تم استغلالها من أجل معناها تحويل الأحداث اللي صارت الكل، وولت المسألة معناها عبارة معناها معركة سياسية بين معناها شقين أو أكثر من شق معناها معروفين في البلاد. استغل القضية هذه حركة نداء تونس، حزب نداء تونس، وكل يضرب حركة النهضة اللي ضرب معناها عديد معناها التنظيمات المجتمع المدني المتواجدة آنذاك معناها اللي هي ما هيش في نفس الاتجاه. بداية معناها في تطاوين أول ما خرج الخبر أنا يومها كنت نخدم معناها هو يوم عمل، سمعنا أن في اتحاد الفلاحين لطفي نقض نبه قبل بنهار على الموظفين إنهم ما يحضروش ما يجوش لاتحاد الفلاحين، وهذه معناها عينت المسألة شخصيا. سألت أكثر من واحد في اتحاد الفلاحين وكلهم عندهم استعداد للإدلاء بشهاداتهم إنهم لطفي نقض قام بإعلامهم قبل بنهار بعدم الحضور في الاتحاد. ثم شكون جاي ضد الاتحاد الفلاحين يلقى الوضعية ما هيش عادية من الموظفين. قال لك وقت اللي دخلت نلقى مولوتوف ونلقى حاجات وسيوفة وكذا وناس ما نعرفهمش معناها ناس ما هماش من الموظفين. وقت اللي قلت له شنو قال لي الخدمة هذه اليوم. لطفي نقض قال له الخدمة هذه اليوم كيف باش تخدم معنا أبعد كذا ما كانش بر على روحك، هذا موظف في اتحاد الفلاحين. بعدها أنا ما شاركتش في المسيرة باعتباري أني نخدم نهارتها موظفة معناها سمعت شكون معناها من باعتباري نخدم في ديشي معناها جاي يحكي مسألة اليوم اللي صارت في تطاوين مسألة يتم التأريخ بها يعني ما يجيش هذايا معناها رميان وحرقان عباد وكذا على خلاف سياسي، هذه على خلافات معناها في المواقف معناها كلها كانت صادمة لأهالي تطاوين فهمتني. إنما اللي تمت الشهادة به في آخر النهار كونه لطفي نقض توفي في مستشفى تطاوين كان من قبل ناس تخدم في السبيطار معناها اللي قاموا بإسعافه وصل حي قاموا بنقله إلى المستشفى أيضا معناها ناس متواجدة قدمت شهادتها هي أيضا أمام القضاء معناها الأطباء طبيعي الاستعجالي واطباء الانعاش الفنيين في التدليك والفنيين في الانعاش في حد ذاته قاموا بمحاوله اسعاف لطفي نقض، ومحاولتهم هذه معناها كانت امام قضاء الله ما كانتش ناجحه باعتبار انه هو حانت لحظة وفاته هذيك الساعة. إنسان مريض بالقلب وقت اللي وصل لمستشفى تطاوين لم يتحدث إطلاقا على موضوع أنه تم ضربه، وإنما كان يشكي من ضيق التنفس وكان يشكي من القلب، والأطباء يعرفوا إنه هو راهو معناها إنسان هذايا كاردياك نقولوا من قبل كان يجي وكان يعالج لهذه المسألة. هذه موجودة في شهادة الأطباء وموجودة عند ملف طبي في المسألة. وقت اللي خرج نهارتها الكلام كونه لطفي نقض مات بالسكتة القلبية لم يكن هذا معناها أوامر، وإنما كانت تقرير لأمر حدث. احنا الكلنا معناها أنا في عائلة سعيد الشبلي كنا متواجدين ونتداول الأخبار هذه مريض وتم نقل المستشفى، يعني تفاجأت بتأويل الأحداث وتحريف يتفرجوا في التلفزة نقول مسألة مختلفة جدا في التلفزة يجي أطراف سياسية من حركة نداء تونس في برنامج لاباس يومها ويتكلم يقول تم هذايا معناها تم ضربه تم سحله تم معناها حاجات. هو إنسان على بعد 500 كيلومتر قاعد يشهد بحدث صار في تطاوين. أهالي تطاوين تشهد أنه لطفي نقض قام بالاعتداء على المتظاهرين
وفي نفس الوقت يجدوا أن ثم شكون حاول الاعتداء عليه، وإنما يشهدون أيضا أن ثم أيضا ناس معروفين بالأسماء تقدمت إلى الشهادة أمام القضاء أنهم راهم صدوا عليه الاعتداء ولم يتم معناها لمسه بحتى وسيله سواء لا بالايدي ولا بوسائل معناها حاده كما يحكوا على هالقاعده ديسك نتاع عجله السياره مملوءه بالاسمنت. اي واحد معناها يحاول انه يشد ديسك ما بين يديه ويرميها ويهزها ما بين يديه الفوق ويرميها ويشوف المساله هل ترى هي كذا نجم تصير ولا. هذا معناها من المهازل انه القضاة امام كل الطلبات معناها باجراء محضر وزن على هذه الآلة الى حد يوم الناس هذا من 2012 الى اليوم معناها نحكوا في اكتوبر رانا 2016 لم يأذنوا باجراء محضر وزن على هذه الآلة الى حد الآن، وانما عملوا محضر طول. ماذا يفعل محضر طول في هذه المسألة؟ شنو الهدف منه؟ إلى حد يوم الناس هذا نطالب بإجراء بالإذن بجلب الملف الطبي للطفي نقض من مستشفى تطاوي، الملف الطبي اللي يحكي على الهستوريك متاعه. هذا لم يتم إصدار أي حكم في هذه القضية. يعني إلى حد الآن ما زلنا في الطور الابتدائي يوم 10 اللي معاه في القضية هذه هم محتجزين، ونحن نحمل الدولة التونسية المسؤولية الكاملة على هذه الوضعية، على هذه المخالفة للقانون، المخالفة القانونية هذه ما هي راهي جريمة، وجريمة إلى حد الآن قمنا بالتنبيه إلى وجودها في أكثر من مناسبة، في مناسبات عديدة. معناها مشينا لوزير العدل أكثر من مرة، كل وزير من 2012 إلى يوم الناس هذا كل ما جي وزير عدل يتعين نمشوا له. مشينا الى رئاسه الجمهوريه، احنا نشوفوه اكثر من انه هو حكم استباقي، هو احنا نشوفوه هو توجيه للقضاء للحكم في هذا الاتجاه. وبالنسبه للسيد رئيس الجمهوريه قمت انا شخصيا برساله اليه عن طريق زوز وزراء جول تطاوين في الاحداث نتاع ذهيبه. قمت بارسال رساله معناها وحملتهم مسؤوليه الوزير اللي جانا ساعتها ياسين ابراهيم ياسين ابراهيم والوزير الاخر انا نسيت اسمه تو، انما ما حملتهم مسؤوليه كامله في انهم يبلغوا لرئيس الجمهوريه باعتبارهم وزراء ادانتنا لهذا التصرف، لان ليس له الحق بانه يعتبر لطفي نقض شهيد، والقضاء لم يعطي كلمته إلى حد الآن حتى ابتدائيا في موضوع وفاته. هل ترى هو مات ميتة طبيعية وإلا ميت عن طريق هذه بسبب الجلطة القلبية وإلا مقتول؟ هذه مسألة ما زالت خلافية في القضاء. كيفاش هو يعتبر يعني هذه مظلمة ثانية مسلطة على الدكتور؟ يعني طبيعي. احنا بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية الأول السيد المنصف المرزوقي تكلم معناها بدون تحري، وبلغناه ايضا انه هو راهو كان ظالم في الكلامه، انه وقت يتحدث عبر وسائل الاعلام بدون ما يتحرى على لطفي نقض باعتبار انه شخص تم سحله في تطاوين وتم التعفيس عليه بالرجلين وهو تونسي، معناها قال عفسوه بالرجلين. قلنا لا، يلزم ما تتكلم الا ما تتحرى، ونحن معناها ما زلنا مصرين على تصحيح هذا الوضع. ما قامش باعتذار الدكتور المرزوقي؟ لم يقم بالاعتذار على هذه الوضع، ولا تراجع على كلامه كما خرجوا في تصريح اعلامي مثلا؟ بالنسبه لي نحن مباشره انا ما شفتش انه خرج في تصريح اعلامي مساله كما هيك، انما يبدو معناها انه مضلل، يعني تبدو معناها انه هو فعلا ما كانش مطلع على الملف، مطلع بصوره الكافيه. وخلال فتره رئاسته وصلنا لنا الملف كاملا. ايوه، على امل انه يا اخي رجوع الى الحق فضيله ايا كنت معناها مهما كان، فهمتني؟ ثانيا كما قلت لك معناها هذه بالنسبه لرئاسه الجمهوريه فتحي عليم
معناها يعني في عهد الدكتور المرزوقي، في عهد الباجي قايد السبسي نتعرض الى نفس المظلمه. أيوة. في عهد الباجي قايد السبسي يتعامل مع المساله عباره هو رئيس حزب. لا يا سيدي الباجي قايد السبسي، انت رئيس الجمهوريه ونحن منظوريك ولسنا اعدائك السياسيين اليوم. اذا معناها حقنا ان تشرف كما هو، كما انت مطالب بالقانون على حسن سير هذا القانون في البلاد، على استقلاليه القضاء، على عدم تدخل الغير في القضاء، وانت اولهم، والحكومه والكل. فهمتي؟ هذه معناها مطالبنا هذه دائما قاعده تتعاود، دائما قاعده تعود، والى حد اليوم الناسي هذا نحن نطالب القضاء بالحفاظ على استقلاليته، نحن نرضى بالقضاء النزيه العادل. وهذا هو الشيء اللي خلانا معناها عندنا 4 سنين صابرين على مظلمه ليس رضاء بها، وانما رضاء بسلطه القانون. احنا ماناش صابرين، ماناش راضيين على المظلمه هذه، ماناش راضيين على حتى شيء قاعد يصير، انما رضاء بسلطه القانون، احتراما للقضاء. ونطالب القضاء أن يكون في يوم 10 في المستوى المطلوب. نحن لا نواجهه إلى أن يحكم بكذا أو بكذا، إنما نواجهه أنه يحكم بالعدل بالمطلوب. وقت اللي نقرأ أنا في ملفنا من حقي أني نطلع على ملف البحث، وقت اللي نقرأ الدكتور محمد بن سالم بن خليفة الأحمر اللي هو طبيب، في مستشفى تطاوين. وقت يقول: بعد إعلامي بموجب إحضاري وسماعي في قضية الحال أفيدكم أني طبيب صحة عمومية بحكمي أباشر عملي بقسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى بتطاوين منذ شهر أكتوبر من سنة 2011، وهذا وبتاريخ 18/10/2012، وفي حدود الساعة 1:25 وأثناء تواجدي بقسم الاستعجالي تم تكليفي من قبل رئيس القسم الدكتور منصف الدرزقية قصد القيام بعملية إنعاش المريض محمد لطفي نقض الذي تم إحضاره وكان في حالة خطيرة، فقمت في مرحلة أولى بعملية التنفس الاصطناعي باستعمال الآلات الطبية اللازمة مع فحص الصدر لتثبيت التنفس، وذلك لفترة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة. إثرها مباشرة قمت بعملية تدليك عضلة القلب مساج كاردياك إكسترن بصفة متواصلة ومستمرة لمدة زمنية تناهز 35 دقيقة، كما تولينا حقنه بمادة تنشيط أدرينالين، وقد تخلل ذلك قياما بعدد 3 صعقات كهربائية خارجية، بالإضافة إلى عدد 3 ضربات على الصدر بواسطة جمع اليد كو دي بوان إكسترن. وقمنا في ذلك شنو هذه؟ بتنشيط عضلات القلب والدورة الدموية للمدعو محمد لطفي نقض، وقد شاركني في عدد ذلك 5 أطباء وفنيين في هذا المجال، إلا أنه رغم ذلك التدخل السريع والمجهود الذي قمنا به في إطار عملنا لم نسجل أي نشاط قلبي وفق ما يبينه التخطيط القلبي المرافق لعملية الإنعاش، وفارق المعني الحياة في حدود الساعة 2 ظهرا. أفيدكم أني بشرت عملية الإنعاش الهالك في قضية الحال أثناء تقديمه إلى قسم الاستعجالي بمستشفى تطاوين بتاريخ 18/10/2012 على الساعة 13:25، وكان في حالة إغماء، ولاحظت بعد دقيقتين تعرضه إلى سكتة قلبية. أجزم لكم وأنه أثناء مباشرتي لعملية تدليك القلب الخارجي من الجهة اليسرى لصدر الهالك قبل وفاته لم ألاحظ وجود أي كسر بضلوعه على مستوى الجلد الخارجي، غير أنه أثناء تواصل عملية التدليك التي استمرت لمدة 35 دقيقة نتج عن ذلك كسر بالضلوع اليسرى للصدر نتيجة ذلك التدليك، والتي نؤكد عدم وجودها من قبل.